يلا باشا. خلينا نتفق من الأول إن التسعينات في مصر ما كانتش فترة زمنية، كانت حالة عايشينها من غير ما نكون عارفين. احنا كنا عايشين ومش واخدين بالنا إن الأيام دي هتبقى زمن جميل. في ذاكرة ناس كبرت فجأة، كبرت مرة واحدة من غير ما تحس، بصت وراها لقت نفسها وحيدة. التسعينات كانت بسيطة مش فقيرة، وفي فرق كبير ما بين الاتنين. كانت الحياة أهدى، أبطأ، كل حاجة كان ليها طعم. الطعم ده ما كانش مستورد، كان طالع من قلب البيوت، من الشارع نفسه. الصبح كان ليه صوت، مش صوت منبه الموبايل، صوت حياة بتبدأ. الشارع كان ليه ريحة، ريحة عيش، ريحة شاي، ريحة حتى التراب المبلول. الناس كان ليها وشوش محفوظة في الذاكرة، وشوش ما بتتنساش حتى لو كانت غايبة. تطلع من البيت تلاقي الشارع صاحي قبلك، الراجل بتاع الفول واقف بالعربية بتاعته، واقف في نفس المكان بتاع كل يوم، كأن المكان ده بتاعه. ريحة الفول والعيش السخن. والمدرسة، من مدرسة مش مبنى، لأ، الإحساس اللي جواك وانت ماشي ليها، الشنطة التقيلة اللي تحسسك انك شايل الدنيا، والقلم اللي يخلص فجأة، والمدرس اللي صوته عالي ووشه مألوف، الطابور، النشيد، الوقفة في الشمس، الإحساس انك جزء من حاجة أكبر منك. المدرسة كانت مكان بنتعلم فيه حاجات مفيش منها في الكتب. كنا نرجع من المدرسة نجري، مش علشان عندنا حاجات مهمة، لا، دي علشان ننزل نلعب في الشارع. اللعب كان أولوية كبيرة أوي في حياتنا. الكورة في الشارع، العجلة اللي دورها بيتبدل، الشارع كله كان ملكنا. والاستغماية اللي كنا بنلعبها، ما كانش فيه موبايلات، بس كان فيه تواصل حقيقي، العين في العين. والضحكة كانت بترن بصوت عالي، وزعل يخلص قبل ما المغرب كان يأذن. البيت بقى حاجة تانية. البيت في التسعينات كان كائن حي، صالون محدش بيقعد فيه غير الضيوف، سجادة صلاة عليها آثار الزمن، نقشة محفوظة، تلفزيون ضخم تقيل نقعد قدامه كلنا. ما كانش عندنا اختيارات كتير، اللي بيتعرض بنتفرج عليه سوا، نتخانق على القناة وبرضه نضحك على نفس المشهد، نستنى شريط الإعلانات يختفي من تحت الفيلم علشان نتسابق نقول في إعلان هيبدأ حالا، ونستنى الإعلان يخلص علشان نكمل الفيلم. الأم في البيت كانت عمود، شايلة كل حاجة من غير ما تشتكي. والأب كان رمز، ما كانش لازم يتكلم كتير، وجوده لوحده كان أمان. الجيران كانوا أهل، مش أسماء مكتوبة على باب الشقق. مفتاحنا دايما كان عند الجيران، طبق يروح وطبق يجي. فرح في الشارع الكل كان يحضر، حزن الشارع الكل كان بيشيله. الناس عارفة بعض وبتود بعض، عارفين مين تعبان ومين محتاج. الستر كان موجود من غير ما يتقال. الجواز بقى، الجواز زمان ما كانش استعراض ولا كان مشروع، كان خطوة، نية وبساطة وفرحة بجد. فرح في الشارع يعني كراسي كتيرة، لمبات منورة، زغروطة كانت طالعة من القلب مش من المايك. العريس والعروسة كانوا ناس شبهنا، مش أبطال قصص خيالية. والفرحة كانت حقيقية علشان ما كانش حد بيمثل. الشباب بقى كان ليه اهتمامات بسيطة جدا، قعدة على قهوة، ماتش كورة، فيلم جديد، شريط كاسيت كان بيتعاد لحد ما يبوش. الأغاني كانت بتتسمع من الأول للآخر،
نحفظ كلماتها ونربطها بالذكريات. ما كانتش موسيقى في الخلفية، ده كان جزء من حياتنا. البنات كانوا طبيعيين، مش صورة مصطنعة. ضحكة، خجل، كلام بسيط. أحلام كانت صغيرة لكن كانت بمنتهى الصدق. العلاقات كانت أبطأ، مش يمكن عشان كانت أعمق. مش كل حاجة كانت بتتقال، لكن كل حاجة كانت بتتحس. السينما والفن كانوا مرايات للمجتمع. أفلام كانت بتحكي عننا، بيوتنا وشوارعنا من غير أي مؤثرات. كنا مصدقين قوي اللي قدامنا علشان شبهنا. كان كل حاجة في البلد تحس إنها شبهك. العالم العربي كان قريب جدا مننا. أغانيه كانت في بيوتنا وأفلامنا كانت على شاشاتهم. ما كناش حاسين إننا لوحدنا. كل ده ما كانش مثالي، بس كان حقيقي، مش متفلتر، مش متصور، ده كان متعاش. التسعينات ما كانتش جنة، لكن كانت أرض ثابتة واقف عليها وانت مطمن، عارف انت مين وعارف الناس اللي حواليك. علشان كده دايما بنحن لها. لو بصيت كويس هتلاقي اللي وحشك مش الحاجات، احنا وحشنا الإحساس. إحساس إن الدنيا ماشية على مهلها وإنك مش مضطر تجري طول الوقت. ده اللي احنا بنحاول نفتكره. التسعينات علمتنا إن مش كل حاجة تيجي بسرعة. علمتنا إن القيمة مش في الكمية، في اللي معاك دايما، في اللي حاسس بيك. مع إن اللي عندنا كان قليل كنا حاسينه كتير. يمكن ده سبب الوجع اللي احنا كلنا فيه دلوقتي. مش علشان الزمن مشي، ده الإحساس هو اللي مشي. بقينا ندور عليه في الصور، في الفيديوهات، في الذكريات. شارع شبه شارعنا زمان، لحظة هادية نفتكره ونحس اللي احنا عايشينه. التسعينات ما راحتش، هي دايما جوه الناس اللي عاشتها. طريقتهم، ضحكتهم، حنيتهم. يمكن دي أكبر نوستالجيا، مش للماضي لكن لنفسنا، لنسخة كانت مننا أبطأ وأهدى. بس اطمن، جوانا حاجة حلوة اتخلقت هناك في زمن اسمه التسعينات.